فيديو النهاردة بقى فيه أفكار حلوة قوي وجديدة هنزين بيها الأقلام الرصاص. الأفكار هتعجبكم جدا، والأحلى من كده إنكم هتعملوها بنفسكم بكل سهولة. تعالوا بقى نبدأ بأول فكرة. هستخدم ورق زبدة وهشف عليه الرسمة دي كده، وبعدين هقص زيها على الفوم. وبعدين حبيت بقى أغير لون القلم واستخدمت الواشي تيب. ده بيبقى سالوتيب كده ملون، في منه سادة أو في منه عليه رسومات، وبيكون موجود في أي مكتبة. وبعدين هغطي بيه القلم كله، وما تقلقوش القلم بيتبري بعد كده، مبيبقاش فيه أي مشكلة. ومن تحت كده بقى هلف قطعة فوم على القلم وهثبتها كويس بالشمع. قطعة الفوم اللي جهزناها لزقت عليها تفاصيل وش الدبدوب كده من الفوم، ولزقت عيون جاهزة كمان. ثبتها بقى على الفوم اللي كان على القلم، وبس كده. شكله كيوت قوي، وممكن كمان نستخدم لون تاني غير اللون البينك عشان يناسب الأولاد. هنا بقى جبت قطعة فوم ورسمت عليها شكل الصبار، وهقص منها 2. في واحدة منهم هستخدم لون أسود وهرسم عيون صغيرة، وبعدين هستخدم قلم أو لون أخضر وهرسم كده شوية تفاصيل وأحدد الرسمة في القطعتين، وبعدين هلزقهم كده في ظهر بعض. هستخدم بقى لون تاني من الفوم وهلفه كده على القلم وهثبته بالشمع، وبعدين هثبت شريط رفيع كده من الفوم من فوق كده، وبعدين هثبت قطعة فوم من فوق كده وهقص الزيادة. دلوقتي بقى هستخدم أي قلم ملون وهزين الشكل ده. أنا رسمت كده قلوب صغيرة، وبعدين هثبت الصبار من فوق وبس كده. شكله هو كمان كيوت قوي. في الفكرة دي بقى قصيت شرايط فوم بألوان قوس قزح، وهبدأ أثبتهم كده بترتيب الألوان على قطعة فوم بلون مختلف تكون بالشكل ده. قصيت بقى قطعتين فوم أبيض على شكل سحاب ورسمت عليها كده باللون الأسود، وبعدين هلزقهم هنا. هغير برضو لون القلم بالواشي تيب وهلف عليه قطعة فوم أبيض، وبعدين هثبتها على الشكل اللي عملته في النص كده. وبس كده خلص. بجد حبيت ألوانه وشكله جدا. في الفكرة القمر دي بقى هرسم فراشة على الفوم وهفرغها. هحتاج منها 2، واحدة هعملها على فوم عادي، والتانية هتكون متفرغة من النص كده على فوم جليتر. هجيب شريط فوم رفيع كده وهتنيه نصين، ومن الحروف كده هتني حتة صغيرة وهثبته على الفراشة اللي من الفوم العادي، والفراشة اللي بالفوم جليتر هتنيها بس الأول كده وهثبتها فوقيهم عشان تديني الشكل ده لما تتثبت. هغير لون القلم بالواشي تيب وهثبت من تحت كده قطعة فوم، ودي اللي هثبت عليها الفراشة. بجد شكله يجنن وشكله رقيق قوي. اما بقى بالنسبة للفكرة الحلوة دي، انا غيرت لون القلم بالواشي تيب، وبعدين على الفوم هقص 2 كده من رسمة باربي، بس يكونوا عكس بعض عشان انا هثبتهم في ظهر بعض كده. هثبت بقى في القلم من تحت قطعة فوم، ودي اللي بثبت عليها الشكل، وهثبت عليه شكل باربي كده من فوق. هستخدم بقى قماش تل وهطبقه نصين كده، وبعدين هستخدم إبرة وخيط يكون من نفس اللون، وهبدأ أعمل كشكشة بالشكل ده لحد آخر القماش. همسك بقى طرفين الخيط وهلف القماش كده على شكل باربي، واتأكد ان انا شديت الخيط كويس جدا، وبعدين هربطه كويس قوي عشان ما يتفكش. وبس كده. شكله تحفة وجديد وبجد مميز جدا. قولولي بقى ايه اكتر شكل عجبكم، وتحبوا نعمل اشكال ايه تاني عشان نشجع الاولاد يعملوا حاجات بايديهم ويذاكروا هم مبسوطين. هستنى رأيكم في الكومنتس.